فترة الثلاثينات والأربعينات كان فيها حاجات تاريخية كتير جدا، أهمهم هو الحرب العالمية الثانية اللي كان فيها حزب معين كده اهتم بإنه يقضي على أوروبا وكلها والاتحاد السوفيتي، لكن ده مش فيديو عن الحرب العالمية الثانية، ده فيديو عن الميمز. وأول ميم في العالم بيصادف إن هو كان في الفترة اللي فيها الحرب العالمية الثانية وانتشر حوالين العالم كله، والميم ده هو كيلروي was here. الميم ده اتشهر عن طريق الجنود في الحرب العالميه الثانيه في امريكا بالذات، اصل الرسمه مش معروف لكن الجمله كان اصلها مع جنود الطيران في امريكا، وكان موجود في كل حته بعد كده، حتى في باجز باني ما كنتش تقدر تهرب من كيلروي في شهرته العظمى. وكمان اول ميم ما كانش موجود في امريكا بس، ده كان في كل حته في العالم. في بريطانيا كان اسمه مستر تشاد، وهناك في معلومات اكتر عن اصل الشخصيه دي لكن قليله. الرسمه هناك كانت من كرتون موجود في 1938 وكانوا بيرسموها في الحرب على كل حاجه تتخيلها. كيلروي كان في كل حته في الحرب العالميه الثانيه واتعملت حاجات كتير قوي على اساسه، زي فيلم في 1946 في الاتوميك بومب، وقطعه مزيكا عجيبه كده ما لقيتهاش تفسير لكن حملتها فلازم تسمعوها. Still anticipate meeting Kilroy. Who's Kilroy? He's a mighty fighter, a literary writer. That's Kilroy. وكمان ألبوم اتسمى على اسم الميم ده في 1983 من فرقة اسمها ستيكس، كان ألبوم أوبرا روك لكن حرفيا ملوش أي علاقة بالميم. الشخص صاحب الميم هو جيمس كيلروي، كان بيشتغل على طيارات الحرب وبيتأكد إنها جاهزة للمعارك، وكان بيستعمل طباشير عشان يعلم على الأماكن الكويسة في الطيارة، لكن كانوا العمال بيمسحوا أي حاجة عملها كيلروي فاضطر يستعمل طريقة تانية، والطريقة التانية دي كان إن هو يكتب كيلروي وزهير بخط عملاق على الطيارة عشان محدش يمسحها. بعدها بفترة غير محددة رسم الشخصية الجامدة دي، والرسالة الغريبة دي هي اللي عرفت كل الناس اللي شغالين في نفس المكان إنهم ما يمسحوش أي حاجة كيلروي عملها. وطبعا واحد متوحد دلوقتي هيقول لي ماجا مش الحاجات دي بتروح كده كده لما يدهنوا الطياره؟ هقول لك لا يا معاق، الفتره دي كانوا مستعجلين الطيارات عشان تروح المعارك، دي مش ماينكرافت وانت بتبني حاجات تافهه كده يا عم. بعد كده بما ان الطيارات كانت بتمشي بقى بكلمه كيلروي عليها، الميم ده اتشهر في كل حته، ما بقاش حاجه غريبه لما تلاقي الجنود بيكتبوا الميم ده على الحيطه لما يوصلوا مكان معين، وبوم كيلروي بقى اول ميم في العالم كله. وكمان كان بيدي تحفيز للجنود لما يوصلوا للاماكن اللي يلاقوا فيها الميم ده مكتوب من زمايلهم اللي وصلوا قبلهم وكملوا طريقهم، بقى نكته وميم لكن في نفس الوقت حاجه بتحسس الجنود بالامان. فانت بقى وانت بتبص على زي متوحدين كده فكر في كيلروي وهو ازاي بقى رمز الامان والفخر والضحك عند الجنود رغم انه ميم، لكن بالنسبه للجنود ده كان اكتر من كده بكتير. رغم كده مش كل الناس حبت كيلروي والضحك بتاعه. ستالين كان مرعوب لما شاف الميم ده مكتوب على حيطه حمام في المانيا، وعمر في لحظه ان هم يجيبوا اللي رسم الميم ده ويقتلوه في ساعتها. واكتر حاجه مضحكه ان هتلر ما كانش فاهم ايه كيلروي ده، وكان واثق جدا ان كيلروي هو جاسوس جبار من امريكا وانه بيسيب علامه شهيره. بعد الحرب العالميه الميم انتشر بقى مكتوب في كل حته، لحد النهارده مكتوب في اماكن كتير قوي، وبعد ما الوقت عدى الناس بقى عندها فضول تعرف اصل كيلروي مين كيلروي الحقيقي. ففي 1946 مسابقه راديو اتعملت عشان يعرفوا مين كيلروي الحقيقي، والجائزه هتكون عربيه احدث موديل. اوكي متهيألي المسابقات العجيبه دي ما كانتش حاجه جديده زي ما انا كنت فاكرها. 40 شخص اتقدموا للمسابقه وكل واحد فيهم بقصه مختلفه، لكن كلنا عارفين ان جيمس كيلروي هو الحقيقي وهو كمان اللي كسب المسابقه. وفي وقتنا الحالي كيلروي لسه موجود، قبل كده كان موجود في حلقه من وقت المغامره وكذا مره في كوميكس، وفي 2022 اتعمل منه فيلم رعب. واكتر ايستر ايج مفضله ليا هي بتاعت فول اوت نيو فيجاس، دي اجمد واحده بجد. What the fuck are you doing? My brother died at the Battle of Hoover Dam. You're desecrating a war memorial. Oh, now it's on. وطبعا ما تنساش كول اوف ديوتي وورلد وور 2، طبعا دي كانت مليانه ايه؟ محدش لعب اللعبه غيري؟ اوكي. ودلوقتي لما تروح المنصب التذكاري مع مدرستك من السبتيه وانت بتحلم طبعا بتاخد صور هناك، حاول تبص جنبك على الحيطه عشان هتلاقي كيلروي سبقك على هناك كمان.